فالفول بدأت تاخد بالها من التغيير ده، وكانت قلقانة عليه قوي. قلبها كان بيتقطع على ابنها. ماما فالفول قررت إن الحل الوحيد هو إنها تروح مزرعة لابين اللي فيها الجزر بيتزرع بكميات كبيرة. قررت تشتغل هناك عشان تجيب لفلفول الجزر من غير ما يسرقه، لأنه كان بيأذيه وصحته كانت بتتدهور. في يوم فلفول كان بيراقب مامته من بعيد وهي شغالة في مزرعة لبين. كانت بتلم الجزر في سبت كبير وكانت تعبانة من الشمس تحت الشمس. فلفول حس بحاجة غريبة في قلبه. كان حاسس بالندم لأنه خلى مامته تتعب علشانه، بس ما كانش قادر يبطل حبه للجزر. لكن بالرغم من كل ده فلفول ما قدرش يقاوم الجزر. في ليلة قرر يسرق جزر من المزرعة. استخبى ورا الشجر ودخل الحقل. كان جعان قوي وعينيه بتلمع بالبرتقالي من الجوع والرغبة في الجزر. بس المرة دي